وصفتنا لليوم معمول العيد، إن شاء الله كل عام وإنتم بألف خير. بعد ما جربت كل وصفات المعمول، هاي الوصفة فازت معي وبامتياز، وكل مرة بعملها بتطلع أطيب من اللي قبل. ورح أحكي لكم بهالفيديو كل أسرار نجاح المعمول، وكيف يطلع معنا طري وبدوب بالتم ذوبان، وكيف نحافظ على رسمته. ويلا نبدأ بتحضير أطيب معمول، وبنقول بسم الله. عندي هون 700 جرام من الطحين الأبيض متعدد الاستعمالات، خلطت معهم 300 جرام من طحين الفرخة أو طحين السميد، ضفت عليهم نص كيلو من السمنة. السمنة لازم تكون باردة، يفضل تكون سمنة حيوانية طعمتها طيبة. وإذا ما توفر عندكن بتدهنوا المعمول بس يطلع من الفرن بفرشاية بشوية سمنة نوعيتها طيبة. بعد ما ضفت كل كمية السمنة، بعجن السمنة مع الطحين كتير منيح لحتى يتشرب كل السمنة. وبهاي المرحلة فيكن تعجنوا ما في أي مشكلة، لأن بعد ما نضيف السوائل للعجين ما بيعود فينا نعجن أبدا. بعد ما عجنتها كتير منيح وتأكدت إنه كل كمية الطحين تشربت كمية السمنة، بنحطها بالبراد لترجع تبرد مرة تانية. وبهالوقت بلشت أحضر بالحشوات. عندي هون 250 جرام من الجوز المجروش، ضفت عليهم معلقة كبيرة من السمنة، ومعلقة كبيرة ماء زهر للتنكيه، ومعلقة كبيرة قطر. أنا هون استبدلته بحليب مكثف محلى. عجنتهم مع بعض كتير منيح لحتى تشكلت عجينة بنقدر نكورها. القطر اللي بنضيفه لازم يكون تقيل وبارد. تاني حشوة هي الفستق الحلبي. جرشت 250 جرام من الفستق الحلبي، ضفت عليهم معلقة كبيرة من السمنة ومعلقة كبيرة من القطر أو الحليب المكثف المحلى. وللتنكيه ضفت عليهم معلقة كبيرة من الماء زهر، اختياري. أهم شي بالحشوة لازم ما تكون كمية الدهون فيها كتيرة، لأنه هيك بتخلي قرص المعمول يشقق، فما في داعي تضيفوا كمية كبيرة من السمنة. ولازم تكون نوعية السمنة جيدة أو حيوانية وطعمتها طيبة، لأنه هي أكتر شي راح تظهر. كمان نفس طريقة الجوز، عجنتهم منيح لتشكلت عجينة بقدر كورها. ثالث حشوة وهي أساس المعمول هي التمر المطحون. ضفت ل500 جرام من التمر المطحون معلقة كبيرة من السمنة، سمنة حيوانية، وعجنتها كتير منيح. لازم السمنة تختلط كتير منيح مع العجوة، بنضل نعجن لحتى تختفي كل كمية السمنة. وهيك الحشوات كلها صارت جاهزة معنا. بعد ما بردت العجين طلعتها من البراد ورجعت عجنتها مرة تانية لتطرى شوي. بهاي المرحلة بضيف عليها كوب من القطر البارد والتقيل. عيارات القطر هي كوب سكر لنص كوب مي مع عصرة ليمون، ولازم يكون القطر كتير بارد. بهاي المرحلة بعد ما نضيف السوائل للعجين ما لازم أبدا نعجنها، بنبلش نلم ونردم بالعجين لحتى يختلط القطر معه مثل ما مبين بالفيديو، لأنه إذا عجناها رح يأسى المعمول معنا. وهذا أهم سر من أسرار طراوة المعمول، إنه العجين ما تنعجن أبدا مع السوائل، يتفاعل الجلوتين وبتصير العجينة مطاطية وقاسية. وبعدين ضفت لها ربع كوب من المية الباردة المتلجة، لازم تكون المي كتير باردة. وبرجع نفس الطريقة اللم والردم لحتى تختلط المي مع العجين. وكمية المي حسب نوع الطحين، أنا عندي احتاجت ربع كوب، ممكن تحتاج أكتر شوي لتلاقوا العجينة صارت طرية وما تشقق معكن. برجعها للبراد. لازم طول ما عم نشتغل بالعجينة المعمول تكون باردة، وبطلع قسم قسم وبشتغل فيه. وهيك طريقة تشكيل المعمول. وأهم سر من أسرار نجاح رسمة المعمول وتطلع واضحة، إنه تنحط الصينية بالبراد قبل ما تدخلوها على الفرن، وبنحمي الفرن على أعلى درجة حرارة. لازم المعمول ما يطول أكتر من 10 دقائق بالفرن، لأنه بيقسى وبشقق. وهي كانت النتيجة النهائية. شو رأيكم بهالمنظر؟ طلع معمول بجنن، ريحة السمنة عبت البيت، والطعم ما بحكيلكن قديش طلعت طيبة، طري وبدوب بالتم وطعم روعة، والمنظر لحاله بيحكي. وإن شاء الله ألف صحة وهنا.